حكاياتنا النهارده عن علاج تيبس مفصل الكتف، وانت لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت عن اسباب ومراحل مفصل الكتف ارجوك ارجع شوفها في الفيديوهات علشان تبقى معانا في سلسله حكايات كتف بكتف. علاج تيبس مفصل الكتف حسب المرحله بتاعته. اول مرحله علاج الالم. علاج الام تيبس مفصل الكتف بيبقى عن طريق العلاج الطبيعي والعلاج الدوائي، واهم حاجه دور على السبب. لو اصابه نعالجها، لو قطع جزئي نخيطه، لو عدم انتظام في السكر عمرنا ما هنخف او نحس بتحسن غير لما تنظيم السكر في نفس الوقت مع العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي، وده علاج المرحله الاولى من علاج تيبس مفصل الكتف. المرحله الثانيه من تيبس مفصل الكتف مرحله ان الالم بيزيد والحركه بتقل، ممكن يتعمل له تحريك للكتف تحت مخدر، والحقن الموضعي بالهيالورونيك اسيد او الكورتيزون الموضعي بيبقى يجيب نتيجه ممتازه جدا جدا في علاج تيبس مفصل الكتف. المرحله الثالثه نستخدم الشوك ويف او استخدام المنظار الجراحي، ان احنا بنفك التيبسات ونعمل ريليز للكبسوله بتاعت مفصل الكتف توتالي بالمنظار، ومن هنا بندور على اسباب اللي عملت تيبس وفي نفس الوقت بنعالجها باستخدام المنظار الجراحي.